بأرخص الأسعار. الحقيقة احنا لنا ثوابت لن تتغير حتى لو كان ثمنها زي ما انا قلت لحضراتكم حياتي التي احمل مسؤوليتها لمحمد حسين طنطاوي ولسامي عنان وللمجموعة اللي معاهم، وبحمل مسؤولية حياتي ايضا للإخوان المسلمين وأتباعهم، علشان لو انا حصل لي حاجة تبقوا عارفين اما الشركاء اتفقوا على تصفيتي جسديا واما ملهاش تاني. يعني النقطة الأهم هي القناة. إذا أغلقت القناة لحجج وأسباب تعلموا تماما أن الذي يقف خلف غلق القناة هم الشركاء، مكتب الإرشاد والرئيس الذي جاء بالتزوير محمد مرسي ومعه المشير طنطاوي ورفاقه. الحقيقة يعني نقدر نقول بقى مرسي ورفاقه وطنطاوي ورفاقه، هم يتحملوا هذا الموضوع. أما بالنسبة لميدان التحرير فأنا بدعو كل من هو ثوري أن يرحل من ميدان التحرير، لأنه وجوده في ميدان التحرير أصبح بيحوله من معارض إلى مؤيد. هنسيب احنا التحرير للإخوان، وعلشان مصر كلها تبقى عارفة ان اللي بيتواجد في ميدان عشان نفصل ما بين الإخوان والثورة، لأن التواجد ما بيخليش فيه فصل. طيب المكان التاني اللي هنروحه فين؟ هو نفس المكان الذي أنشأه عبد الناصر ومات فيه السادات. عبد الناصر هو الذي أنشأ مدينة نصر، والذي استشهد في مدينة نصر هو السادات. فمن ينتمي إلى عبد الناصر ومن ينتمي إلى السادات، أنا شايف إن مفيش فرق بين عبد الناصر وبين السادات، بالرغم من إن أنا واحد من الذين أضيروا ضررا بالغا من عبد الناصر، ولكن حجم الضرر الشخصي لا يساوي صفر بالنسبة لما فعله عبد الناصر من أجل مصر.